أعرب عديد من الأندية واللاعبين عن تضامنهم مع لاعب أياكس الشاب عبد الحق النوري بعدما أعلن النادي الهولندي أن اللاعب المغربي الأصل يعاني من ضرر في الدماغ، إضافة لعدم استقرار حالته الصحية منذ سقوطه أثناء مباراة فريقه الودية ضد فيردر بريمن الألماني قبل أيام. عبد الحق النوري يعاني من إصابة مزمنة في الدماغ، خبر وقع كالصاعقة على محبي كرة القدم بعدما تنفس الجميع الصعداء بتجاوزه مرحلة الخطر عقب دخوله في غيبوبة إثر تعرضه للانهيار خلال مباراة ودية. هذا الخبر الصادم استدعى تضامن العديد من لاعبي كرة القدم ومختلف الأندية مع لاعب أياكس أمستردام البالغ 20 عاما تحت وسم Stay Strong أبي، ابقى قويا أبي، على وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. لتتوالى التعليقات والتنات والصور والفيديوهات، أبرزها جاءت من نجم برشلونة الأوروغواياني لويس سواريز الذي نشر صورة له بجانب نوري عندما كان صغيرا، معربا عن حزنه الشديد لما أصابه وداعيا إياه ليبقى قويا. كما وجه حارس مرمى البارسا مارك تير شتيغن رسالة معبرة إلى نوري. الدعوات بالشفاء والتضامن مع نوري شملت العديد من الأندية في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز وفرق الدوري الفرنسي وفيردر بريمن الفريق الذي تعرض نوري أمامه لأزمة قلبية، إضافة إلى بعض الفرق في تركيا وصفحة محبي بيب غوارديولا على تويتر. لاعبو أياكس وأعضاء النادي الهولندي ومتابعو ومشجعو الأريديفيزي ومختلف الفرق في هولندا وعدد من لاعبي المنتخب جميعهم قدموا دعمهم لعبد الحق. بعضهم عبر عن ذلك بكتابة اسم نوري على قميص منتخب بلاده، إضافة إلى بعض اللاعبين من المغرب ومن أصل مغربي والصفحات الخاصة بهم.